السلام عليكم. للأسف الشديد نتأسف كثيرا لما يحدث من إتلاف للنخيل والمحاصيل الزراعية والواحات النخيل بين منطقة حسي بن عبد الله وسيدي خويلد. شوفوا سبحان الله، حاشاكم الزيق وراه داير حالة فاض على الناس قريب في عام، والزيق فايض نخلق كله فسد. إذا مشاهدينا كما سمعتوا وشفتوا على الفيديو، هذا جزائري يعني وثق الحالة الكارثية نتاع أشجار النخيل اللي راها كتسقى بالصرف الصحي بالواد الحار. يعني وهاد التمور هذه احنا كنعرفوها بأنها كتدخل المغرب بكثرة، خاصة في هذا الشهر تاع سيدنا رمضان. يعني وهذا الشيء هذا خطير وخطير جدا. راه التمر نتاع الجزائر كما قال هذا الجزائري اللي صور هذا الفيديو راه لمدة عام كامل، وهاد لي زيكو نتاع الصرف الصحي مطرطقين والنخيل كيتسقى منهم. فالمغاربه حذاري ثم حذاري ثم حذاري. راه التمر تاع الجزائر راه هاد العام هذا راه ماشي صحي، راه مسموم وخطير على صحتنا حنا كالمواطنين. وما كرهتش هاد الفيديو هذا تبارطاجيوه مزيان باش المواطن المغربي يعرف راساتو اشنو راه كيشري. راه التمر تاع الجزائر انا نعاود نقولها ونكررها، راه كيتسقى بالواد الحار بالصرف الصحي، المياه ديال الصرف الصحي. فالمغاربه الله يخليكم، الواحد الا مشى يشري التمر يعرف راساتو اشنو راه كيشري، ماشي غيبقى يتشهى ويلقى الرخاء ويقول راني حقا ديت حاجه مزيانه. فحذاري ثم حذاري، وكنعاود نقولها راه هذا جزائري يعني وثق بالفيديو بان اشجار النخيل كتسقى بالواد الحار. يعني هذا الشيء هذا راه خطير جدا. وحنا كنعرفوا دوك حظيره القبرانات راه هذاك التمر كامل غادي يصيفطوه لنا للمغرب، راه واخا يصيفطوه غير مع الناس كونتربوند وما يخليوش يعني ضروري ما يصيفطوا هذيك التمر للمغرب. يعني يكونوا متيقنين. وليكن في علمكم بان موريتانيا راه حرقت الاطنان والاطنان من التمور الجزائريه. هذا الشيء اللي كنقول لكم بحثوا عليه وغادي تلقاوه. راه التمر الجزائري هذا العام هذا راه مسرطين، ويقدر الله يحضر السلامه يدير تسمم المواطن. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري. والحاجه الوحيده اللي نقول لكم هو هذا الفيديو هذا يتبارطاجا فقط لتعم الفائده. مشاهدينا الكرام، وصلت معكم على نهايه الفيديو، القاكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.